هتمشيه هتجيب بالظبط. مين؟ ما ما هي انت مضطر ليه؟ ما هو انت ايوه، مضطر ليه مع هو ايقاف فترات القيد، يعني القيد حتى لو هو بمستواه بيقل في وقت من الاوقات، بيعلى في وقت من الاوقات، انت مضطر تستحمله. لا لغايه الموسم ما يخلص. لكن انت ممكن تمشي اللعيبه دي وتجيب حاجه تانية جديده. لو انت عندك طموح تفوز بالكونفدراليه هتاخد 4 مليون دولار، هتحل ازمتك كلها. انت عندك 2000 2 مليون و700 الف. فلما تكسب 4 مليون دولار من فوزك بالكونفدراليه على اتحاد العاصمه، وده برضو اشك في اللي هو ده يحصل، لاني انا عندي مشكله ودايما بتحصل. الزمالك مش هو الفريق اللي انت ممكن تقولي يعني تدعي يا رب يكسب يا رب، مش هو اللي يطمنك. مش عارف ليه. انا لما بشوف الزمالك بيلعب يعني زي المباراه الاخيره، انت كسبان هناك 1-0، تيجي هنا تتعادل 0-0، وتيجي مع شباب بلوزداد الجزائري والناس حاطه ايديها على قلبها. انا بقول عادي، انا بكلمك على فكره بحياد شديد جدا. لا، ما انا هقول لان فوز لحضرتك الزمالك ما انا فوز الزمالك، ما انا عايز اقول لك نص الكلام ما فيهوش حياد، فانا هقول لحضرتك. لا والله العظيم انا مش حكايه اهلي انا طبعا وزمالك، لا اهلاويه ولا والله زملكاويه، بس انا العظيم بحط نفسي مكان اقر المشاهد. واعترف. انا عايز الزمالك يا رب يفوز بالبطوله، نفسي الزمالك يفوز بطوله الكونفدراليه، لكن لازم يكون في حميه شويه. تمام. انا هنا مكاني، يعني واقفين على مسافه واحده من صح كل الانديه صح الحقيقه، او انا بتكلم عن نفسي، يعني لا اهلاويه ولا زملكاويه. صح. ولكن لما بحس انه يعني في تجني شويه مثلا، او حضرتك جيت شويه على فرقه من الفرق، بحط نفسي مكان المشاهد اللي هو بينتمي لنادي معين، هيقول ايه عن ده. فحضرتك بتقول لي انه الزمالك اشك ان هو هياخد الدوري وهيخسر المباراه، هشك ان الزمالك ياخد الكونفدراليه بعد كل هذه الضغط النفسي والعصبي واللي هم فيه والجماهير وراهم والمقاتله اللي بيقاتلوها جوه في الملعب. مش شايف ان ده ممكن يستمر؟ انت حضرتك وقفته ليه دلوقتي قبل مباراه الاهلي ونهائي الكونفدراليه؟ والله العظيم انا هقول لحضرتك حاجه. طبعا انت عارفاني يعني، وانا ماليش اي ميول مع اي حد، ولا يعني مش عايز اقول بقى يعني كلمه صعبه قوي، يعني انا ما بقبضش من حد. انا بتكلم بما يرضي الله، لاني لما بنزل، لما ربنا يكرمني واروح اقابله، انا ما حدش هينزل القبر يشيل شيلتي او يتحاسب مكاني، ربنا يخليك. فكل واحد بيتكلم بما يرضي الله وبثقه بيحصل. يعني انا الزمالك عايز الزمالك يفوز بالكونفدراليه باي شكل، لكن الفرقه بالشكل ده اللعيبه لازم معتمد جمال زي ما كان بيعمل الكابتن الجوهري. يعني انا حضرت الكابتن الجوهري مره، ويعني حضرتك سيدي العارفين، اغاني وطنيه زي اللي بيعمله حسام حسن جوه اوضه اللبس، بلادي مصر هي امي. اللعيبه بتنزل، وكابتن حسن شحاته ايوه حسن شحاته، برافو عليك. انا انزل معتمد جمال، وانا قلت لحد يوصل الكلام ده اللي قبل المباراه، انت بتمثل مصر، انت مش بتمثل نفسك. انت الزمالك دلوقتي بيمثل مصر في افريقيا بعد خروج الاهلي وبيراميدز والمصري، فانت اصبح انت الوحيد، الفريق الوحيد، فلازم تفوز بالبطوله باذن الله. تعمل ايه؟ تشغل اغاني وطنيه، تحفز اللعيبه، يعني يبقى بالشكل ده. لكن